ليه الغني بيكسب فلوس وهو نايم والفقير بيصحى بدري ويفضل مديون؟ الغني نايم والفقير بيشقى. تعال اقول لك على مجموعة اسرار كده، واقول لك ليه انت بتصحى الصبح عشان تشتغل والغني بيصحى يلاقي فلوسه زادت وهو نايم. ازاي واحد بيشقى 12 ساعة في اليوم ودايما مديون والتاني قاعد في بيته وفلوسه بتتضاعف؟ السر مش في الفلوس، السر في اللعبة اللي محدش قالك عليها. ركز معايا 10 دقايق بس وهكشف لك الحقيقة اللي الأغنياء بيخبوها عنك. الجزء الأول، الفقير بيبيع وقته، الغني بيبيع النظام. الفرق بين الفقير والغني مش الفلوس، ده في طريقة التفكير. الفقير بيشوف الفلوس كمكافأة بعد الشغل، يعني يشتغل الأول وبعدين ياخد الفلوس. إنما الغني بيشوف الفلوس كنتيجة للاستثمار في حاجة بتجيب فلوس وهو مشغول بحاجة تانية أصلا. وتعال أقول لك على مثال عملي. الموظف اللي شغال في مصنع بياخد بالساعة، لو اشتغل 12 ساعة هيقبض أكتر، بس لو تعب أو جاله مرض الفلوس بتقف. صاحب المصنع نفسه قاعد في البيت والمصنع شغال لوحده بيكسب فلوس حتى لو مسافر في أجازة. إزاي بقى تحول مجهودك لفلوس حتى وانت نايم؟ بدل ما تبيع وقتك لو سمحت بيع حاجة تشتغل مكانك. وهقولك دلوقتي على خطوات عملية. لو انت موظف ابدأ مشروع جانبي اونلاين حتى لو بسيط. لو بتشتغل بالايد فكر ازاي تخلي غيرك يعمل الشغل وتاخد نسبة، مقاول، سمسار، موزع. لو بتشتغل في التجارة اعمل نظام توكيلات، موزعين، اوتوميشن للمبيعات. الجزء الثاني، الغني بيستخدم قانون الاصول والدخل السلبي. الاصول مقابل الخصوم. ليه الفقير دايما مديون؟ الفقير اول ما بيمسك فلوس بيفكر يشتري عربية او موبايل جديد، اما الغني اول ما يمسك فلوس بيفكر يشتري حاجة تدخله فلوس، عقار، مشروع او سهم. وهقولك دلوقتي على مثال صادم جدا. لو افترضنا ان في واحد معاه 50,000 جنيه قرر يشتري عربية بالقسط، التاني معاه 50,000 جنيه اشترى بيهم 5 سكوترات وخلى شباب يشتغلوا عليهم في الدليفري. بعد سنتين بس الأول العربية خسرت نص تمنها، التاني بقى عنده 15 سكوتر وبيكسب 30,000 جنيه في الشهر من غير ما يشتغل بنفسه. تعال أقولك على خطوات عملية. بدل ما تشتري حاجة استهلاكية اشتري حاجة تجيب دخل شهري. استثمر في حاجة بتزيد قيمتها مع الوقت زي العقارات والأسهم والتجارة. اعمل مشروع يشغل الناس والناس تشتغل مكانك حتى لو بسيط. الجزء الثالث، خدعة الشغل بجهد مقابل الشغل بذكاء. انت بتشتغل بجهد ولا بذكاء؟ اللي بيفرق الغني عن الفقير هو انه بيفكر قبل ما يشتغل، مش العكس، بيشتغل وبعدين يفكر. يعني مثلا واحد شغال 12 ساعة في اليوم في وظيفة ب10,000 جنيه لكنه مربوط بالوظيفة طول عمره. الناس او التاني بقى اللي هو الغني تعب شهرين بس في تأسيس قناة يوتيوب بقى بيكسب 30,000 جنيه في الشهر من الإعلانات وهو مشغول بحاجة تانية. تعال أقولك على خطوات عملية. بدل ما تفكر ازاي اشتغل اكتر فكر ازاي اكسب اكتر من غير ما اشتغل اكتر. استثمر في حاجات تجيب دخل من غير تدخل مباشر منك. استخدم النت عشان تبني مصدر دخل جانبي، يوتيوب، كورسات، تجارة الكترونية. الجزء الرابع، التحدي الحقيقي، التنفيذ مش الكلام. السر مش في المعلومة اللي انا قلتها لك، السر في التنفيذ السريع. انت ممكن تكون عارف الكلام ده من زمان بس لو لسه بتفكر انك لازم تشتغل اكتر عشان تكسب اكتر فانت لسه في نفس الدايرة. التحدي ليك خلال 24 ساعة لازم تبدأ خطوة عملية واحدة تجاه الحرية المالية، سواء مشروع جانبي، استثمار صغير، حتى انك تتعلم مهارة جديدة تجيب لك دخل. ما تبقاش زي الناس اللي بتسمع وتطنش. الفلوس مش في المعلومات، الفلوس في التنفيذ. لو الفيديو ده خلاك تفكر بشكل مختلف ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، لان الفيديو اللي جاي هيكشف لك اقوى 5 طرق لكسب الفلوس من غير راس مال، والطريقة رقم 3 هتصدمك. اكتب لي في الكومنتات انا قررت اتحرر عشان اعرف مين مستعد يبدأ النهاردة.